وتمر الأيام بسرعة وأنا حاسة إني بعيش حلم جميل جدا مع رامي. كنت خايفة أصحى منه. وطبعا كان القاسم المشترك في حياتي مع رامي جين الأمريكية اللي كانت مش بتفارقنا، ودايما كانت بتنصحني بإني أخلي بالي من رامي، لأن الخطوبة مش دليل على حبه ليا. أنا كانت شايفة إن رامي شاب من أسرة ميسورة، يعني متعود على إن اللي عايزه لازم يكون ليه مهما كان التمن، أو بمعنى أصح الممنوع مرغوب. صراحة كان كلامها ده بيخليني أستغرب جدا، لأنها كانت دايما شايفة رامي شاب مستهتر مغرور، لأن رامي كان عكس كده خالص. كان شاب ملتزم جدا وطموح، دايما كان بيفكر في مستقبلنا مع بعض. عشان كده وقتها كنت مش بهتم بكلامها وباخده على أساس غيرة مني، مع إني أعز صحباتها. ده عشان طبعا أنا فزت بحب الواد الجان اللي بنات الجامعة كلها بتجري وراه. ولأن مفيش أسرع من الأيام، مرت سنين الدراسة بسرعة جدا، واحتفلنا احنا التلاتة، أنا ورامي وطبعا جين، بتخرجنا. وهم كام يوم بعد التخرج وكانت حفلة زفافي. كان فرح أسطوري في أكبر قاعة أفراح في أكبر فنادق العاصمة. كانت ليلة من ألف ليلة وليلة. كنا في منتهى السعادة أنا ورامي وجين، اللي كنت حاسة وقتها إنها فعلا فرحانة من قلبها. وليه ما تكونش فرحانة؟ مش أنا صاحبتها الوحيدة ولازم تفرح لي؟ لأني في ليلة عمري وجوازي من الشخص اللي حبيته من كل قلبي. بعد ما خلص الفرح رحت أنا ورامي على عشنا السعيد، فيلا كده صغننة ومحندقة على قدنا. ومن هنا بدأت حياتي مع رامي كزوج وزوجة. وقبل ما تمر سنة كانت مشرفانا بنتنا اللي كانت زي القمر، بنتنا اللي سميناها نورين. طبعا كان كل ده وجين مش بتفارقنا لحظة، كانت دايما معانا، وكانت أول واحدة تفرح لينا وتهنينا ببنتنا نورين. طبعا وقتها ما نسيتش الهدية بمناسبة ميلاد نورين. كانت هديتها عبارة عن دمية، عروسة يعني، لكن كان شكل العروسة ده كأنها طفلة بجد، كأني شوية وهتدب الروح فيها، هتتحرك وتنطق، لدرجة اني من كتر استغرابي من شكل العروسة دي ساعتها سألتها: هو انت جبتي منين العروسة اللي شكلها مريب دي كأنها بني آدم بالظبط؟ تصدقي عمري في حياتي ما شفت عروسة بالمنظر ده. ضحكت بصوت عالي قبل ما ترد عليا. فعلا العروسة دي شكلها ملفت جدا، دي عروسة هاند ميد، كنت شارياها من بلد كده، من بلاد أمريكا اللاتينية، من جامايكا، أكيد سمعتي عنها. ضحك رامي هو كمان وقال لها وهو بيبص للعروسة باستغراب: ياه، جامايكا؟ وإيه اللي وداكي هناك؟ أنا أول مرة أعرف إنك سافرتي دولة زي جامايكا دي. قبل ما تجاوب على سؤال رامي اتكلمت أنا وسألتها أنا كمان: وانت يا جين سافرتي جامايكا تعملي ايه هناك؟ سياحة يعني؟ ابتسمت وهي بتهز دماغها قبل ما تجاوب عليا، وبعد كده قالت: بابا كان بيشتغل في سفارتنا هناك قبل ما يتنقل شغل في مصر. الكلام ده من سنين، والعروسة اشتريتها لما كنت هناك، والصراحة كنت مش لاقية حاجة أهديها لنورين غير العروسة دي، لأنها غالية عليا جدا، وأكيد هتفضل عندكم لسنين طويلة حتى بعد ما تكبر نورين، وأكيد دايما هتفكركم بيا، عمركم ما هتنسوا دين الأمريكية في يوم من الأيام. بصيت لها بسرعة وقلت لها في قلق: هو انتي بتقولي كده ليه يا جين؟ هو انتي مش قاعدة معانا؟ بصت ليا بنظرة غريبة، كانت مزيج من الحزن والغموض، وهي بتقول: للأسف أنا مضطرة أرجع أمريكا تاني، خلاص الدراسة خلصت والمفروض أبدأ حياتي في بلدي، ده غير إن بابا خلاص هيطلع معاش وهيرجع على أمريكا هو كمان. كان خبر حزين جدا عليا أنا ورامي، لكن كنا هنعمل إيه يعني؟ ده اللي كان المفروض يحصل في يوم من الأيام. كان لازم هيجي يوم وترجع جين لأمريكا تاني، لأنها بلدها اللي لازم ترجع لها عشان تبدأ حياتها هناك. وتمر الأيام ويجي اليوم اللي هتسافر فيه جين لأمريكا. في اليوم ده ما سبناهاش لحظة، كنت أنا ورامي معاها لغاية ما ركبت الطيارة.
كانت دموعنا دموع فراق. سافرت جين عشان تسيب لنا العروسة اللي سميناها على اسمها، عشان دايما تبقى موجودة وسطنا وما نقدرش ننساها في يوم. كانت نورين متعلقة جدا بجين العروسة، كانت مش بتفارقها لحظة. حتى لما كانت بتيجي تنام كانت ما تعرفش تنام إلا وهي حضناها. وقتها رغم صغر سنها إلا إنها كانت بتعاملها كأنها صاحبتها أو أختها، كانت بتتعامل معاها كأنها إنسان من شحم ولحم. وتمر بينا السنين وتكبر بنتنا ويبقى عندها 4 سنين، وكل ما تكبر أكتر تتعلق بالعروسة أكتر. كانت بتحبها حب غريب، كانت بتعاملها زي أختها بالظبط، كانت بتتكلم معاها وبتحكي لها وبتلعب معاها. ده غير إنها كانت بتلبسها من لبسها، وكانت مش بتاكل غير وهي جنبها. حتى الشاور كانت بتاخده وهي معاها. كانت دايما بتسرحها وبتعتني بيها وبتاخد بالها منها. من الآخر كانت بتعاملها زي الإنسان بالظبط. في الوقت ده كانت علاقتنا بجين ما اتقطعتش، كنا لسه بنعرف أخبارها وبتطمن علينا ونطمن عليها عن طريق التليفون. كانت دايما بتسألني على جين العروسة، هديتها لنورين يوم ما اتولدت. كانت نورين متعلقة بالعروسة لدرجة إنها كانت بترفض تروح أي مكان إلا وهي معاها. حتى لما دخلت الكيجي كان لازم تاخدها معاها. كانت متعلقة بيها لدرجة غريبة جدا، لكن كنا بنقول لنفسنا أكيد دي لسه طفلة وبكرة تستوعب إن جين دي مجرد عروسة لعبة، وأكيد لما تعرف كده وهتتعامل معاها على أساس إنها لعبة مش إنسانة زيها. وفي يوم زي عادة كل يوم الصبح أخد رامي نورين ومعاها عروستها عشان يوصلها الحضانة. لكن للأسف ده كان آخر يوم أشوفهم فيه وهم لسه عايشين، لأن في اليوم ده عمل رامي حادثة بشعة بالعربية لدرجة إن العربية انفجرت والنار مسكتها، ومات رامي حب عمري، وماتت نورين بنتي بعد ما تحولوا لهياكل عظمية أكلتها النار. لكن الشيء الغريب إن جين العروسة خرجت من الحادثة صاغ سليم، كأنها ما كانتش راكبة معاهم العربية وقت الحادث، أو إنها مصنوعة من ماتيريال ضد النار أو الحريق.